اهلا بيكم وحلقه جديده من بودكاست كله في الرصيد عشان الخير يزيد. النهارده معانا حلقه مختلفه ومتميزه وهنرد فيها على بعض الاسئله اللي تخص الشباب اللي بيعمل خير كده عشوائي، لهوش منظم ولا تحت امبريلا شرعيه. هنتكلم عن المبادرات الشبابيه اللي بنشوفها كتير في الشارع المصري. بس قبل ما نتكلم عن المبادرات الشبابيه وازاي نقدر نحول المبادره الشبابيه الى عشوائيه لجمعيه اهليه او مؤسسه مجتمع مدني، اسمحوا لي ارحب بشريكي وزميلي في البرنامج العظيم ده، حسام. ازيك يا حسام؟ ازيك يا بسنت، ومبسوط اني معاكي دايما في كله في الرصيد عشان الخير يزيد، ومبسوط ان احنا شركاء، ان احنا بنوعي الناس علشان يكون لهم دور جدا في زيادة الخير. وخلوني ارحب كمان بالسادة المشاهدين واقول لك على حاجة مهمة يا بسنت. مش بس فكرة المبادرات الشبابية اللي بتكونش لاقية امبريلا تبقى موجودة تحتها، لكن لا، خلينا نتكلم في فكرة الجمعيات المتخصصة وادوار الجمعيات في المجتمع ايه. وكمان عندنا حاجة مهمة جدا اسمها الاتحادات النوعية والاتحادات بشكل عام والروابط الاجتماعية، ويمكن ده اللي عرفناه في حلقاتنا مع بداية البودكاست، وده يمكن كمان اللي محتاجين الناس تاخد بالها منه جدا. ولازم طول الوقت نبقى عارفين ان في قانون بينظم العمل الاهلي وفي لائحة تنفيذية كمان في ده. ارجوكم انكم تطلعوا عليها، واحنا معاكم طول الوقت في اي استفسار واي حاجة ممكن تكونوا محتاجينها. حلو جدا يا حسام، بس خليني انا بحب انزل الشارع وبحب ابقى قريبه جدا جدا من العمل الطبيعي او البسيط اللي موجود في كل بيت مصري. بتلاقي 3-4 اسر كده يتجمعوا مع بعض يا حسام ويشوروا عروسه زي ما بيقولوا ويجهزوها ويطلعوها للنور، وبتلاقي اعمال خير متنوعه وكتيره، والناس دي بتبقى مصدر ثقه للناس اللي حواليها سواء في القرى او في المحافظات او في بعض الاماكن. وبتبقى مبادره شبابيه جميله وعظيمه ويبقى سلوك طيب. بس بيجي بعد فتره الموضوع بيكبر، وانا شفته بعيني وشفت ناس بعد ما كانت بتجيب خروف صغير بقت تجيب بقرة، بقت تجيب اكتر من حاجة وبقت تذبح وتوزع. ولكن برضو الشغل العشوائي مهما كان طيب ومهما كانت النوايا صافية لازم يدخل تحت امبريلا تنظمه، علشان يعني نطلع بره من اطار الفساد او من اطار العمل العشوائي عشان يوصل اكتر لمستحقيه. ازاي تقدر المبادرة الشبابية البسيطة دي تدخل تحت اطار المجتمع المدني وتدخل تحت اطار شرعي يضمن الشرعية في العمل ويضمن كمان وصول الخدمة الحقيقية لمستحقيها؟ طب خليني اقول لك بس يا بسنت، هي الفكرة مش فكرة الخير وفكرة المبادرة، هي فكرة التجمعات. وهي فكرة التجمعات دي هاخدها تاني من الأديان السماوية اللي حست على ده. والأديان السماوية حست بفكرة التطوع وفكرة ان انت تكون مبادر وفكرة الإيثار. دي كلها حاجات وقيم اتعلمناها. القيم دي اتنقلت بالتبعية لمجتمعنا، وشفنا الإعلام ساعد على ده وشفنا حاجات كتيرة ساعدت على ده. لكن هو السؤال المهم اللي احنا بنتكلم فيه ان ازاي الناس دي تحول مبادراتها لإطار شرعي أو إطار رسمي. خلينا نقول ان المبادرة أولا بتنطلق من فكرة الدافعية. الأول إيه هي المبادرة؟ المبادرة بتنطلق بشكل أساسي جدا من فكرة الدافعية. مجموعة من الشباب جمعهم هدف واحد إن هم يخدموا المجتمع، أو فكرة عند واحد من الأطراف موجود جوه المجتمع وابتدى يكون حواليه مجموعة من الناس المؤمنة بفكرته. ومن هنا اتكونت فكرة المبادرة، إن هو بادر أو كان عنده استعداد إنه يعمل الحاجة دي. ومن هنا جت فكرة إن الناس كلها التفت حوالين الهدف الواحد. في بعض الناس بالمناسبة ما بتحبش إن هي تدخل تحت إطار رسمي، وبتشوف إن المبادرة ده يعني شيء كده منه لله علشان خاطر يدوق. وده برضو عمل جميل جدا وعمل محمود، طالما ان المبادره محققه اهدافها وطالما ان هي ما اثرتش بالسلب على حد وقدرت ان هي تحقق امر مجتمعي مهم جدا. خليني اقول لك بشكل كبير جدا المبادرات اللي موجوده جوه الارياف وجوه القرى وجوه النجوع وحتى جوه المحافظات هي مبادرات متخصصه ومتنوعه. في منها مبادرات لفعل الخير زي ما انت جيت وقلت لشوار عروسه، او فكره بساعد الناس في عوامل اعمال الذبائح وكده. لكن كمان عندنا مبادرات بتشتغل على فكره تنميه المجتمع، مبادرات متعلقه بالبيئه، مبادرات متعلقه بتطهير الترع، مبادرات متعلقه بمحو الاميه، مبادرات متعلقه بفكره كفاله اليتيم. حلو جدا يا حسام، بس المبادرات دي كده بتدخل في اطار عمل مهم، وعمل لو ما تنظمش بشكل يعني بشكل قانوني وما تنظمش بشكل واضح ممكن يشوبوا يعني حاجه من الفساد او يعني. فاحنا خلينا في المبادرات الصغيره الاول. هل دلوقتي
دلوقتي المبادرات اللي اتكلمنا عليها من الافضل ان هي ستظل مبادره وتحظى برضو بالدعم اللي موجود في الجمعيات الاهليه، ولا من الافضل ان هي يحاول اصحابها ان هم يعملوها الجمعيه او يحولوها الجمعيه او مؤسسه؟ طب خليني اقول لك ان في مبادرات كتيره جدا عرفناها في حياتنا مبادره وتحولت بعد كده جمعيه او مؤسسه. لكن خليني برضو اقول لك حاجه مهمه، في مبادره وقتيه ومبادره بتكمل معانا. يعني ايه مبادره وقتيه؟ مبادره النهارده احنا ساكنين في شارع ماشي او ساكنين في حي، وقررنا كمجموعه شباب جوه هذا الحي ان احنا نعمل مبادره بينا وبين بعض، ننزل ننظف الشارع بتاعنا. دي مبادره وقتيه هدفها ان احنا بادرنا كلنا كشباب ونزلنا عملنا ده. زي مثلا الامر اللي بيتعلق بالمطريه، احنا شفنا مائده الافطار بتاعت المطريه ما تحولتش لمبادره، بس هي بقى خلاص عمل سنوي مستدام. مستنيين ومن السنه للسنه. في مبادره يجي يقول لك والله احنا كام حد عندنا خريج فنون جميله في القريه ولا في المدينه، ما تعالوا نزين بيوتنا مثلا. دي مبادرات وقتيه. زي مثلا مبادره النهارده احنا عايزين نمحي اميه الناس اللي موجوده في الشارع، عايزين نعرف الناس انه لابد من تنظيم الاسره، ومبادرات الدوله 2 كفايه. في مبادرات تلاقي شباب يقول لك ايه النهارده الحرب اللي حاصله حوالين الدوله المصريه من الاربع جهات، ولازم نقول للناس ان احنا كلنا نكون في ظهر الدوله المصريه. دي مبادرات توعيه. دي مبادرات بتبقى وقتيه، اصحابها بياخدوا فكره المبادئه علشان خاطر ان هم يحققوا هدف معين. وهتلاقي ده في الجامعات بشكل كبير جدا. طلبه الجامعه بيعملوا ده من خلال الاسر والاتحادات الطلابيه، يقوموا بمبادره في هذا الامر. لكن المبادره المستمره معانا زي مثلا المبادرات اللي اتحولت لجمعيات، ان احنا مثلا بنتكلم عن فكره تاهيل المجتمع لحاجه معينه. احنا النهارده عندنا مبادره لخفض الاسواق وخفض الاسعار ومحاوله توعيه الناس بشكل كبير. تلاقي ده تحول لمبادره. نقطه تانية اهم بنلاقيها، نحاول تلاقي ده تحول لجمعيه. وهنا بنقول لهم وانتم بتتحولوا جمعيه بيمشوا مسار تأسيس الجمعية أو المؤسسة اللي احنا حكيناه في حاجات سابقة. لكن كمان في حاجة مهمة جدا، في جمعيات بتبقى قائمة بالفعل جوه المدينة أو القرية أو المحافظة، وبناء عليه لما الجمعية بتلاقي أهدافها تتسق مع أهداف المبادرة، مفيش ما يمنع أن الجمعية بتحتضن المبادرة أو المؤسسة تحتضن المبادرة، وتاخد أصحاب المبادرة أو المبادرين أعضاء جوه الجمعية أو أعضاء في مجلس الأمناء. ويبقى هنا كمان الجمعيه استفادت والمبادرين نفسهم استفادوا ان هم بقوا تحت مظله رسميه. ده مهم جدا يا حسام، واحنا دايما بنرفع شعار ان احنا نكمل بعض مش نكمل على بعض. يعني احنا عايزين نقول ان الاهداف المبادرات والجمعيات الاهليه ما بتبقاش اهداف متعارضه، بالعكس تبقى اهداف تكامليه، وخصوصا في بعض الجمعيات اللي بتمارس نشاط تخصصي. بص بس انت خليني يعني اقاطعك بس هنا واقف عند نقطه مهمه انت قلتيها، فكره نكمل مع بعض مش نكمل على بعض. خدي بالك الجزء اللي احنا قلناه ان جمعيه موجوده او مؤسسه تحتضن الكيانات الشبابيه او المبادرات الشبابيه، لانه ببساطه ممكن المبادره يبقى عندها اهداف مهمه جدا بس ما عندهاش الملاءه الماليه ان هي تروح تشهر المؤسسه او تشهر الجمعيه، لان في اجراءات في الاشهار بتتطلب اموال، زي مثلا فتح الحساب البنكي للمؤسسه عند عمليه الاشهار، ده في حد ذاته ب 20000 جنيه لازم 20000 جنيه، وفي 2000 جنيه بيدفعوا في صندوق اعانه الجمعيات والمؤسسات. فانت عندك النهارده في رقم 22000 جنيه ممكن الشباب اللي عملوا المبادره وهدفهم طيب وهدفهم كل حاجه ما يكونش عندهم الملاءه الماليه دي. فانا بشوف انه طالما جمعيات موجوده وبتحقق نفس الغرض بتاع المبادره، تقدر ان هي يحصل دمج حقيقي، والدمج بيخلق جزء من القوه والطاقه لدى المؤسسين ولدى كمان اصحاب المبادرات. طبعا انا انت عارف ان انا من انصار فكره التكامليه والتشاركيه، ان احنا كلنا نكمل بعض، ولكن بيظل في مخاوف للشباب على مبادراتهم. يقول لك انا اخاف ان انا ادخل في جمعيه اهليه او ادخل في مؤسسه مجتمع مدني تبتلع الفكره ويعني تاخدها سجلها. ايوه احنا دي مهمه جدا، يعني الفكره دي مهمه جدا. سجل الفكره في الشهر العقاري او في حقوق الملكيه الفكريه لو انت فكرتك قايمه على جزء تكنولوجي، جزء في حاجه اي مكان سجلها علشان خاطر تبقى بتاعتك ولك حق الملكيه الفكريه بتاعتها ولك حق الفكره نفسها، طالما ان الفكره فكره ساميه ولا تتعارض. بس خدي بالك عندنا افكار كتيره جدا متشابهه، وعندنا مبادرات سنويه ودوريه هي متشابهه، مش محتاجه
حاجه هنا في الحاله دي ان انا بص اسجلها. يعني احنا برضو كنا انت ممكن تبقى عارف ان الافكار كتيره، وممكن تبقى عارف ان المصادر كمان المعلومات كتيره، بس في شباب تاني هي فعلا بتقع فريسه لسرقه افكارها ومجهودها. فانت قلت نقطه مهمه جدا، ودي اهم نقطه ممكن الشباب تبقى محتاجاها، فكره تسجيل الملكيه الفكريه. لو انت عندك فكره خايف ان انت تشارك غيرك فيها في ان هي تتاخد منك او يتسرق مجهودك، لا، في طرق كبيره جدا وكتيره جدا ان انت ممكن تروح تسجل فكرتك وتاخد فيها، وساعتها ممكن تقاضي ان حد ممكن. واحنا بنتكلم طبعا على الافكار اللي خارج الصندوق، مش الافكار المعتاده والافكار المستهلكه. لو انت عندك فكره فعلا مختلفه، وطبعا الشباب انت عارف يا حسام اليومين دول طبعا يعني التكنولوجيا واي اي وافكار خارج الصندوق، بيبقى عندهم فعلا افكار مهمه جدا. فاحنا بندعوهم قبل ما تدخل في كيان تاني تسجل فكرتك، حافظ عليها، ومش عيب ابدا ان انت تضمن حقوقك كلها كامله. انا بدعو لاصحاب المبادرات او المبادرين انه يؤمنوا بفكره العمل الجماعي. انا ممكن اكون صاحب مبادره وصاحب فكره، وانا معايا الاعضاء اللي معايا لازم اؤمن بفكره العمل الجماعي. وهنا بنصحهم بحاجه مهمه جدا، انت صاحب مبادره النهارده واطلقتها، خد معاك في اعضاء المبادره ودور على حد قانوني عشان يبقى معاك في دراسه القوانين ويقول لك نعمل ايه وما نعملش ايه ونسجل ازاي. خد معاك حد اقتصادي، حد بيشتغل في المحاسبه، عشان وانت بتعمل المبادره وبتشكل لها فكره تمويلها او فكره تبرعات المبادره او فكره صرف الاوجه بتاعتك انت اللي انت جمعتها علشان خاطر المبادره، يبقى قادر يهندل لك الدنيا. خد معاك حد يمكن بيفهم في السوشيال ميديا شويه علشان خاطر يقدر يحط لك مبادرتك حيز التنفيذ وحيز النور وحيز الانطلاق، انه يعمل لها صفحه قويه على الفيسبوك، يبدا ان هو يعمل اعلان للمبادره عن نفسها. فكره العمل الجماعي والتكامليه بتحقق جزء كبير جدا يا بسنت في المبادرات طبعا. او الكيانات الشبابيه، يد الله فوق يد الجماعه. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا كمان، في ايمان مهم جدا من مؤسسات الدوله بفكره المبادرات. المبادرات ما اصبحتش بس ان هي تندرج تحت مظله التضامن الاجتماعي عشان تبقى جمعيه او تبقى مؤسسه. لا طبعا عندنا وزاره زي وزاره الشباب والرياضه بترعى المبادرات الشبابيه، بترعاها، بتاخد المبادره الشبابيه بشبابها ترعاهم، بتحاول توفرهم وكمان يا حسام تدمجهم جوه مراكز الشباب، وبتوفر لهم دعم مادي ودعم ثقافي ودعم معنوي ومعلومات. بس خليني اقول لك يا حسام، خدي بالك اكتر من وزاره بتعمل ده. عندنا وزاره الاوقاف بتستوعب عدد كبير جدا من المبادرات، عندنا الازهر والكنيسه، المبادرات اللي بتندرج من خلال المؤسسات الدينيه، ده امر مهم جدا. ده يقول لك انه فكره الدوله المصريه ابتدت تؤمن بحاجتين، ابتدت تؤمن بفكر الشباب من ناحيه، وابتدت تؤمن كمان بابداعات الشباب وطاقتهم من ناحيتين. وفي حاجه مهمه جدا برضو يمكن انا برد فيها على تخوفات الشباب واصحاب المبادرات، ان انت كمان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده مع التقدم الفظيع للتكنولوجيا، انت عندك كل واحد عنده جهاز توثيقي، يعني كل واحد ماسك فينا سمارت فون. انت ممكن من خلال الفيديوز اللي بتعمله، من خلال صفحاتك على السوشيال ميديا، انت بتوثق الشغل ده. ولكن احنا دايما بنفكر في المخاوف قبل المكاسب، زي ما حسام قال ان يد الله فوق يد الجماعه، فكره التكامليه، لان في كتير جدا مبادرات بتقف عند الدعم المادي مش قادر تكمل. ولكن يبقى ان في حلقه او جسر الثقه اللي ما بين منظمات المجتمع المدني والشباب اصحاب المبادرات، ان فعلا هم بيخافوا عن سرقه مجهودهم. ازاي برضو نرجع تاني ونضمن ان يبقى في التشكيل مثلا تخصصي؟ يعني مثلا انا لو بعمل مبادره خاصه برياده الاعمال، لو بعمل مبادره خاصه مثلا بالمناخ مثلا، المبادرات التخصصيه ازاي في الجمعيات الاهليه تقدر تضمن لها فعلا يعني عدم سرقه المجهود؟ ما هو السؤال مش فكره عدم سرقه المجهود، انا بعمل حاجه على ارض الواقع هي منسوبه ليا، انا كمبادره شبابيه بعملها هي منسوبه ليا. ده بيفرق عن فكره الجمعيات التخصصيه. خدي بالك، ما انا ممكن جمعيه شغاله في مجال البيئه تعمل نفس اللي بتعمله المبادره، بس الفرق ان فكره المبادره ممكن بشتغل فيها على سكيل ضيق، او بشتغل فيها في محيط المجتمع المحلي بتاعي، لكن انا كجمعيه لحمايه البيئه بشتغل على مستوى واسع. هي نفس الافكار ونفس الاهداف. الفكره مش في سرقه افكار المبادره او فكره انت جيت قلت نقطه مهمه جدا، فكره جسور الثقه، فكره ادور على جسر الثقه الحقيقي اللي ممكن اتعاون معاه بشكل كبير جدا. عندنا حاجه اسمها الاتحادات النوعيه مثلا. الاتحادات النوعيه دي عباره عن ايه؟ عباره انه في جمعيات قايمه كل جمعيه بشغلها والكلام ده كله، بس قايمه في كل جمعيه في حته معينه. الاتحادات النوعيه دي بتجمع، هو عددها لا يقل عن 15 جمعيه بتشترك في نفس النشاط. يعني انا هقول ان في 15 جمعيه على مستوى في جمعيات على مستوى الجمهوريه شغاله في البيئه،
تمام. فانا جيت كراجل مبادر وعندي جمعيه وعندي مؤسسه، فكرت اشكل اتحاد نوعي. اتحاد نوعي بجيب ما لا يقل عن 15 جمعيه عشان اسس الاتحاد، ما لا يقل عن 15 جمعيه اهليه شغاله في نفس النشاط، وهنا جمعيه او مؤسسه شغاله في نفس النشاط، وابدا اشكل بيهم اتحاد نوعي، وابدا في اجراءات الاتحاد النوعي زي ما بالظبط بمشي في اجراءات الجمعيه او المؤسسه. لابد ان انا بيكون عدد الجمعيات، بشكل مجلس الاداره منها او المؤسسين، وبقدم الاسم وفيش والتشبيه، وبقدم كل ما يفيد ده والكلام ده كله، ونبدا نشغل الانشطه بالشكل ده. هنا الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، المبادرات الشبابيه ممكن تندمج مع بعض في مبادره واحده ويجمعوا بعض علشان خاطر يوحدوا مبادراتهم. انا النهارده مبادره شغاله مع الطفل ومبادره شغاله مع المراه، النهارده عادي جدا ممكن اقدر ادمج ده. هو في نفس الفكره لما يكون عندك اتحادات شبابيه، فكره الروابط، عندنا روابط مجتمعيه، عندنا الروابط اللي موجوده حتى بتلاقيها يقول لك رابطه ابناء كذا، تلاقي المحافظات المغتربين بيشكلوا نفسهم بينهم وبين بعض رابطه، يقول لك رابطه وليهم حق بيسجلوا الرابطه دي تسجيل رسمي جوه برضو وزاره التضامن الاجتماعي، علشان خاطر الرابطه دي بتعمل انشطه وبتعمل تجمعات، فليها كمان حق ان هي تاخد تشكيل رسمي. طيب احنا اتكلمنا كده عن يعني الظواهر المجتمعيه من خلال المبادرات المجتمعيه، من خلال الاتحادات. بحور المجتمع المدني واسعه وكتيره يا حسام، بس استوقفني في الفتره الاخيره، وده برضو انت عارف ان هو انا من انصار التخصص جدا، لان دايما بقول كل متخصص هو مبدع، وبعدين لما بنتخصص بنتكلم على مشاكل فئويه فبنقدر نحلها. ايه رايك في منظومه الجمعيات المتخصصه، جمعيات حفظ التراث، الجمعيات الاسلاميه، جمعيه دفن الموتى، الجمعيات المسيحيه، جمعيه الفنون والثقافه؟ اعتقد ان الجمعيات المتخصصه دي ممكن تغير المشهد في مجاله. فبس السؤال هنا اللي انا هسأله لك، هل الجمعيات المتخصصة ديت ممكن برضو يبقى فيها مصادر ربح عن طريق ال الأعضاء العضوية؟ هل بيبقى فيها مصادر دخل غير القضية الأساسية اللي هي المفروض متبنياها؟ طب خليني أقول لك إنه تأسيس الجمعية وتأسيس إشهار الجمعية وإشهار المؤسسة إحنا قلناه، وقلنا مصادر الدخل بتاعتهم بتيجي إزاي، لا يهدف للربح من خلال مجلس الإدارة ومن خلال تنمية المجتمع، وقلنا ده كمان في المؤسسة. الفكرة اللي أنت قلتيها عظيمة جدا في حاجة مهمة، الناس دايما اتعودت على فكره الجمعيات الحقوقيه وجمعيات المراه وجمعيات الطفل وجمعيات حقوق الانسان. حقيقي. لازم تعرفي ان في جمعيات للادباء والفنانين والمثقفين. بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على دعم الادباء والفنانين والمثقفين، عمل مؤتمرات تخصهم، بتشتغل على فكره التكافل للناس دي لو حصل لهم حاجه ولا حصل لهم مشكله، بتشتغل على فكره التوعيه بالكلام ده، زي جمعيات التراث، وقد ايه نقدر نشوف ده. جمعيات حمايه البيئه امر مهم جدا، جمعيات الرفق بالحيوان، ده يعني جمعيات الرفق بالحيوان ده الايات القرانيه عندنا، ده احنا عندنا سوره اسمها سوره البقره مثلا، عندنا سوره اسمها سوره النمل وسوره النحل، يعني انت القران، وفي المسيحيه هتلاقي كده، وفكره فالنهارده الجمعيات اللي بتشتغل على ده امر مهم جدا. جمعيات بتحقق مردود خاص بالتوعيه، وجمعيات بتحقق مردود خاص بحاجات كتيره جدا في هذا الشأن. عندك جمعيات رعايه المسنين، ده برضو امر مهم جدا. الجمعيات النهارده بنشوف جمعيات لامراض معينه زي الزهايمر مثلا، فحاجات كتيره جدا النهارده ابتدت تقول لك ان في وعي حقيقي في المجتمع المدني بفكره التخصص، وده امر بيقول لك انه كل ما سقف الوعي علي، كل ما سقف الخدمات المقدمه من هذه الجمعيات كان اكبر، ودرايه الناس بيها اكبر. ولو نرجع لحلقاتنا اللي فاتت، اوجه التبرع ليها اكتر عشان يبقى كله في الرصيد، عشان الخير يزيد. فعلا كله في الرصيد، الخير معانا هيزيد. عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا جدا، وانا عايزه انوه بيها بشكل يعني مباشر. بصوا، في اوجه الخير كتيره ومختلفه. شوف انت يعني مثلا حسام نوه لفكره الجمعيات الخاصه بالرفق بالحيوان نحو مجتمع أليف بتحافظ على الحيوان، لأن طبعا هو روح ويكرم والمفروض ان احنا نهتم بيه، ولكن في ناس بتتنمر من ده. فاحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا وعي، لان انت لو عندك جوه رغبة داخلية في الاهتمام بأي قضية، سواء حيوان، سواء نبات، سواء إنسان، سواء بيئة، سواء بحر، كل دي في جمعيات متخصصة فيها. بس سرش واتعب شوية علشان تعرف الخير اللي انت عايز تحطه هو ليه مكانه، بس انت اللي ما تعرفوش. فمهم جدا يا حسام في الجمعيات المتخصصة ان الناس تبقى عارفة ان في جمعيات للرفق بالحيوان، وفي حاجات كتير، وحماية البيئة، وحاجات كتيرة جدا علشان خاطر تحط الفلوس اللي هي بتاعتها او التبرع بتاعها في المكان اللي هو هيرضيها. ده احنا عندنا جمعيات للصداقة بين الشعوب، ده امر حتى مهم جدا في فكرة العلاقات الشعبية بين الدول. وهنا عايز اقول لك يا بسنت، دايما خلوا الشعار بتاعنا يعني كله في الرصيد الخير يزيد. حتى السيرش اللي انت هتعمله هو كله في الرصيد
بالنسبه لك علشان خاطر يعني الدال على الخير كفاعل. عايزة أقول في نهاية الحلقة العظيمة دي اللي يعني دخلتنا في شوية معاني إنسانية عظيمة، إن المشاركة في المجتمع المدني واللي بيشارك في جمعية أهلية علشان يخدم غيره هو بيشارك في بناء وطنه، بيشارك في دعم الإنسانية، بيشارك في جبر الخواطر، بيشارك في الرصيد اللي هيزيد وهيخلي حياته أفضل وأحسن وأجمل بالخير اللي احنا هنكمل بيه بعض. ولكن للأسف خلص وقت حلقتنا، بس ما خلصتش المعلومات الكتيرة اللي عايزين نديها لكم، ولكن هنقول ايه؟ باي باي على وطن نختلف فيه ما نختلفش عليه. سلامات.